تحت قبة البرلمان. وانا هخرج بس من ده بحاجتين. الحاجة الاولى ان كل من ورد اسمه من حقه طبعا الرد في اي وقت. يا سلام، اهلا بيه. وطبعا ولو 25 يناير عايزه تعمل معايا مداخله، الست 25 يناير اللي قررت مصر دي عايزه تعمل مداخله معايا، تعالي يا حبيبتي اتفضلي، خربت مصر الله يخرب بيتك، كان يوم اسود. واوعى تقول لي ثانيه واحده انها كان استفدت ب 25 يناير، انا عضو مجلس شعب سنه 2000. طب الدستور؟ الدستور بقى انا بقى لا، بص يا فندم، الدستور انا لقيت فيه دباجه ولقيت فيه مواد. تمام. الدباجه عملها الشاعر سيد حجاب. تمام. سيد حجاب ده راجل شاعر. يعني على فكره مش بغلط، هو جالي مكتب كتير، كل شاعر مجنون، هو الشاعر جنون. يعني كل الشاعر الكبير طبعا ده له تاريخ يعني قيس وليلى كتير جدا جدا. قيس وليلى مش اسمه قيس برضه؟ وليلى حبيبته مش قيس ده كان بيقعد فيه يقول فيها اشعار كلها جنون. هو الشاعر مجنون اصلا بطبيعته. لما يجي يعمل مقدمه ويكتب عن 30 يونيو انها شرطه، يقول لك ايه؟ وان ثوره 25 يناير شرطه 30 يونيو. لا، 30 يونيو مش شرطه يا استاذ سيد. 30 يونيو في حد يكتب في مقدمه دستور نكسه 67؟ الله، هو حسني مبارك ده مش كان رئيس جمهوريه؟ مش احنا قعدنا نتجاهل محمد نجيب ده سنين طويله؟ فاكره؟ وطلع محمد نجيب هو اول رئيس دوله، اول رئيس جمهوريه لمصر يا جماعه. هو حسني مبارك ده مش 20 سنه ولا 30 سنه رئيس لدوله مصر؟ هو حضرتك لما انت حضرتك دلوقتي لما انت عمال تتجاهله، ليه ايجابياته وليه سلبياته. فللاسف الشديد الدستور المقدمه بتاعته مقدمه ديباجه، انا مش موافق عليها. عشان كده انا لما قلت اقسم بالله العظيم انا احترم مواد الدستور والقوانين، لان هو الدستور هو بينظم حياتنا. برغم طبعا مش انا بقول فيه تحافظ على الدستور، ناس كتير لا تحافظ على هذا الدستور كتير جدا، لانه كله ثغرات وكله صدامات بين اجهزه الاجهزه اللي بيسموها ايه، السلطات الدوله التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه، واخد بالك؟ لكن هيتعدل باذن الله. فعشان كده انا بقول احترامي للدستور لا حدود له، لانه موجود. انما الدباجه دي ماليش دعوه بيها، دي بتاع الحاج. انت ربما بتتحفظ على الدباجه دي، مساله ممكن مناقشتها تحت قبه البرلمان.